ازاي ارجع ابني يثق فيا تاني واصلح اللي انا عملته زمان؟ بس كده عايزه تصلحي العلاقه بينك وبين طفل. اه، بس مش هترجعي تعملي الحاجات الغلط اللي كنت بتعمليها قبل كده ابدا. وانتوا قاعدين بين الناس ما تعمليش حاجه غير انك تمدحي فيه وتقولي كل الحاجات الحلوه اللي هو بيعملها. يا سلام، هينبسط قوي. اوعي تخليه ينتقد نفسه، يعني لما يقولك انا مش عارف، انا غبي، انا قولي له لا يا حبيبي، ده انت قمره، ده انت اشطر ولد. بس تعالى ساعدك كده نفكر فيها ازاي. يا سلام بقى لو حطيتي حبة مكسرات كده في العلاقة ما بينكم، وقمتي قايله له حبيبي بعد اذنك ممكن تجيب لي كوباية مية، لو سمحت ممكن تلم العابك. هيحس منك كده انك بتقدريه كده وشايفاه حاجة. ومش بس كده، هو كمان هيبادلك نفس الكلام، هيقولك يا ماما ممكن لو سمحت تجيبي لي كذا بعد اذنك، مش هيقولك خدي هاتي جي. هيحبك قوي لما تحسسيه ان هو طفل وانه محتاج يلعب وانه ليه وقت لعب، مش تقولي له اقعد هنا ما تقومش من هنا. ويا سلام بقى لو شاركتيه في اللعب، هيبقى مبسوط قوي قوي. مش خد اللعبه واقعد العب، مش عارفه ابني ما بيلعبش ليه لوحده. ركزي بقى في الحته دي، ساعديه ان هو ياخد قراره بنفسه. ماما انا مش عايزه اروح النادي. ليه يا حبيبي مش عايز تروح؟ اصل الكابتن بيزعق لي. طب هو بيزعق لك ليه؟ عشان انا مش بكون مركز. طب تيجي نفكر نحل ده ازاي. طب يمكن انا عشان باخد مثلا ببقى مركز في ان انا هروح اكل النهارده، فاكل الاول قبل ما اروح النادي. فكره برضو، تعالى نجرب. كده انت ساعدتيه انه ياخد قرار. اعملي له بقى مكان في البيت، المكان ده هو بتحطي عليه كل الرسومات اللي بيعملها. ولو هو مثلا عامل لوحه كده تلزقها له على الحيطه ويرسم عليها. الفكره انه هو بقى عارف ان المكان ده بتاعه وعليه اسمه، يعني معناها انك بتفتخري بكل حاجه حلوه هو بيعملها. ركزي بقى في الحته الاخيره دي، هي اهم حاجه. خلي طفلك دايما عنده راي، اديله فرصه انه يقول رايه. لو صح امشي بيه، لو غلط حاولي تصححيه، بحيث برضه يحس ان هو بيتاخد بكلامه. انا كده عملت اللي عليا وفاضل انتوا تعملوا اللي عليكم. يا ترى بقى هنوصلوا لكام واستنوا الفيديو الجاي 5 لمسات هتغير علاقتك بطفلك.